Aujourd'hui, à l'invitation des médecins de santé publique d'El Jadida Doukkala, j'ai fait une intervention à propos de la relation médecin-malade à l'heure de la transformation numérique. Je crois qu'il y a une refonte complète de la réflexion qui doit être faite autour de ce sujet, grâce ou à cause de l'intervention d'Internet dans la relation, puisque le patient aujourd'hui est un patient informé. Le savoir est donc partagé entre le médecin et le patient intervient entièrement dans la décision qui doit être prise à l'encontre de sa santé. Il est important de comprendre qu'il y a une évolution nette des concepts puisque nous sommes passés de la relation paternaliste que l'on appelait médecine 1.0, c'est-à-dire où le praticien décidait et le patient s'exerçait. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans la phase de médecine qui a progressé vers la médecine 2.0, c'est-à-dire avec le savoir partagé, où le patient est informé par des sites ou par les réseaux sociaux en termes de santé. Ensuite, on va passer à la médecine 3.0 qui implique la santé à distance, c'est-à-dire la télémédecine, puis bientôt la médecine 4.0 avec les objets connectés et autres. La médecine a complètement été transformée par l'intervention du numérique et il est clair qu'à ce niveau-là, la relation médecin-malade s'en trouve complètement transformée. Professeur Jaafar Haykal, أستاذ في الطب واختصاصي في الاقتصاد الصحي. هذا الملتقى اليوم اللي نظمته الجمعية ديال الأطباء القطاع العام في مدينة الجديدة هو أساسي ومهم لأن ما تكلمناش على واحد المرض بواحد الصفة خاصة، ولكن تكلمنا على المشاكل اللي تتخص المنظومة الصحية وإعادة النظر في المنظومة الصحية بعد التعليمات الملكية ديال إعادة النظر في هذه المنظومة الصحية. كاين قوانين جديدة وهذه القوانين الجديدة خص لازم الأطباء يفهموها وينخرطوا في هذه السياسة الجديدة ديال إعادة النظر في المنظومة الصحية، ولكن في واحد الإطار معين نفهموا هذه القوانين ونعطوا اقتراحات باش هذه القوانين يتم التنفيذ ديالهم. لماذا؟ لأن المهم هذه التغطية الصحية تكون شاملة لجميع المغاربة، الخدمات الصحية نحسنوا الجودة ديالها لا في القطاع العام ولا في القطاع الخاص، وطبعا حتى التمويل ديال هذه المنظومة الصحية يكون إعادة النظر فيه، وطبعا جميع المواطنين نقلصوا من التكلفة ديال الخدمات الصحية اللي هم ثقيله عليهم، بان تقريبا 60% ديال اللي تيخلص اللي تنخلصوا في قطاع الصحه هو تيجي نجيب المواطنين. اذا خصنا نلقاو حلول جديده باش الخدمات الصحيه تكون جوده عاليه في القطاع العام وفي القطاع الخاص، باش الموارد البشريه حتى هما نأيدوهم ونعطيهم جميع الامكانيات باش يشتغلوا، واعاده النظر حتى في الخلاص ديال هاد المهنيين ديال الصحه. وطبعا اخر حاجه هو الحكمه ديال هذه المنظومه الصحيه اللي خصنا نحسنوها ونخرطوا فيها، وحنا نعاونوا الدوله ديالنا باش جميع المواطنين يكون عندهم الخدمات الصحيه من طنجه للقويره بواحد التكلفه اللي تكون ماشي عاليه، لان اليوم كثيره على المواطن المغربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المحاضرة تكلمت فيها على المشكل ديال المقاومة ديال المضادات الحيوية لي زونتيبيوتيك، يعني لونتيبيو ريزيستانس، اللي هي مشكل كبير ومشكل عالمي واللي الابعاد ديالو خايبه بزاف، يعني كيتسبب وغادي يتسبب في وفيات عند الناس اللي حاملين هذيك البكتيريات اللي هي مقاومه. فلهذا حنايا حاولنا في هذه المحاضره نعطيو فكره على الواقع المعاش حاليا، المعاناه ديال الاطباء فيما يخص هاد يعني الوضعيات اللي كنكونوا فيها، ما عندنا حتى شي دواء باش نداويو. ضروره يكون عندنا يعني لي زونتيبيوتيك دو ديرنيير جينيراسيون، وفي نفس الوقت نعاودوا نذكروا الزملاء ديالنا والزميلات ديالنا على الاستعمال المبرر، الاستعمال يعني الهادف، الاستعمال اللي هو لوتيليزاسيون راسيونيل دي زونتيبيوتيك، باش نحاولوا نحافظوا على هذا الارسنال ثيرابيوتيك، هاد لي زونتيبيوتيك اللي هما كينقذوا الحياه ديال الناس. اول منطقه لعلاج الجيش الفرنسي والمستوطنون هي مدرسه شاركو. الان هي هذيك مدرسه شاركو، بعدها جاء الجنرال ليوطي، طاف بالمدينه التي كان سكانها من اليهود ومن المسلمين، فانبثقت له فكره تاسيس الطب الحديث. واول طبيبه يعني هي بداية أتقدم بالشكر لهذه اللجنة التي سهرت على تنظيم هذا اللقاء الذي أتمنى أن يكون بداية بل واستمرارية للتواصل وهذا هو بداية النقاش. المسؤولية الجنائية للطبيب كما تعلمون هي قديمة كما قال الدكتور، كانت اسمحوا لي نهضر بالدارجه. وكذلك السلطة التي يمارسها على جسم الإنسان تجعل كل هذا ينتقل بمفهوم الطب من مجرد الالتزام الذي يقع على عاتق الإنسان العادي في الالتزامات العادية إلى ضوابط أخرى. فهذه السلطة التي يمارسها الطبيب كلها عوامل كانت تجرد الطبيب من كل مسؤولية مدنية، إلى درجة أن كان يصعب التمييز بين الحدود المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية المدنية للطبيب، حيث أنه اعتبر على أنه إذا أصبحت المسؤولية في حوادث السير، نقرأ لكم مقتطف ديال القرار ديال محكمة النظر، على أنه إذا أصبحت المسؤولية في حوادث السير تقوم على أساس المخاطر نظرا للدور السلبي الذي يقوم به سائق السيارة، فسائق السيارة بطبيعة الحال الحوادث تكون بسبب دور سلبي قام به، أي أنه لم يتفادى وقوع الحادثة إما بسبب انعدام استعداد المستمر للقيام بالمناورات الواجبة على السائق أو غيره ما ترتب عنه وقوع الحادثة. تشرفت بارتدائي من طرف جمعية الأطباء العموميين لتقديم عرض حول مسؤولية الطبيب الجراح والطاقم المساعد له، وقد حضرت وألقيت عرضي الذي كان مبسطا جدا جدا جدا، ولعل من حضروا وتواصلت معهم في شأنه استطابوه واستبركوه. السلام عليكم. Qui sont les accidents médicaux non fautifs. Les accidents médicaux non fautifs, bien sûr, qui ne peuvent pas bien sûr engager la responsabilité du médecin, mais cette notion doit être intégrée dans le jargon bien sûr de droit pour comprendre la particularité de l'exercice de la profession médicale. Quelques points à souligner. D'abord, c'est que lorsqu'on parle de la responsabilité médicale du point de vue médico-légal, on n'apprend pas. وهذا السير الطبي ما تيسقطش بعد الوفاة ديال المريض. خير مثال على ذلك هو أنه الرئيس الفرنسي ميتيروني توفى، كان الطبيب ديالو خرج كتاب وتمنع الكتاب من بعد من نشره، وتم لا رادياسيون ديال الطبيب من هيئة الأطباء د فرنسا. يعني كانوا اتخذوا قرار بأنه يحيدوه من الأسلاك ديالو، لأنهم اعتبروا بأنه خرق السير الطبي. هادشي غير باش تنقول لكم يعني انه الناس يعني حنا ديما ترجعوا لفرنسا لانه تنعتبروا بانه سابقانا في بعض المجالات. اللهم ثقل ميزان حسناتهم يا ارحم